تعالوا هنعمل مع بعض النهارده صينية مسقعة كده باللحمة المفرومة. تنفع معاكي فطار في رمضان، تنفع معاكي غدا عشاء في اي وقت. يعني على العموم هي تبقى طريقة سهلة وبسيطة وخفيفة في نفس الوقت. زي ما انتم ما شايفين كده دي اهي. بوريها لكم شكلها. كانت طالعة حلوة بسم الله ما شاء الله. وطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا قبل ما نبدأ بقى نقول بسم الله كده. ما ننساش نعمل اشتراك ولايك وشير للقناة عشان يوصلك اي جديد، وكومنت حلو كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. ده كده شكلها اهو. يلا نبدأ بقى. معايا انا هنا معايا كيلو بتنجان اللي هو بتنجان رومي. تمام. عايزه بتنجان رومي اعملي على الكميه اللي انت عايزاها، يعني عايزه اقل عايزه زياده ماشي تمام شغال معاكي. ده كده معايا كيلو بتنجان رومي اهو. بقشره طبعا كده، انا بقطع الجزء اللي فوق الاخضر واجي مقشراه زي ما انتم ما شايفين. وبعد ما بقشر الكميه كلها باجي واخداه سليم كده واجي غسلاه. لكن احنا مش بنغسله بعد ما بنقطعه عشان ما يشربش ميه ويشرب معاكي زيت. تمام. احنا كده اهو خلاص قشرنا الجزء اللي فوق الاسود كده زي ما انتم ما شايفين. وهنخلصهم وناخدهم نغسلهم كده. وهم يعني سلام معايا كده هنغسلهم. تمام. اوعي تغسلي البتنجان وهو متقطع. يشرب معاكي زيت كتير جدا لان هيخش له ميه. تمام. كده اهو هنقطع بقى. قطعي على حسب ما انت عايزه. انا بقطعه كده، بقسم الواحده نصين واجي مقطعها شرايح كده زي ما انتم ما شايفين. لو وصلتي معايا لغايه هنا صلي معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما ننساش نحط لايك وكومنت حلو كده. هنا نقطع البتنجان كله بقى. انا هنا بقى معايا مش هقليه في الزيت. تمام. يعني انا عندي اعمله في القلايه عشان ما يشربش معايا زيت ويشرب بقى الحاجات كلها زيت، لانها بتنجان وفلفل وبطاطس وصلصه كل ده هيبقى داخله زيت. هنا معايا حبايتين بطاطس برضو قلت هعملهم عليها كده معاهم. قطعتها مكعبات زي ما انتم ما شايفين. وخلاص كده تمام. هنجيب بقى القلايه. انا هعملهم في القلايه اللي هي الكهربائيه دي بدون زيت. انا يا دوبك بعمل بس كده البتنجال في قلب طبق جنبيه فيه زيت. اسقط كده البتنجاله واعمل التانية فوقيها زي ما انتم ما شايفين كده واجي رصاه. طبعا انا قبلها مسخنه القلايه شويه علشان ما تاخدش معايا وقت. زي ما انتم ما شايفين كده اهو. انا بعمل البتنجال في الزيت وحطيت بقى الكميه كلها على بعض وقلبتهم كده. حتى البطاطس برضو حطيتها عليهم. هنا القلايه عندي بتجيبي اعلى درجه 200. انت مش عندك القلايه عادي اقليه في الزيت تمام ماشي، مش هيقول لا يعني. انا هنا حطيته بقى في القلايه وشغلت على 200 درجه الحراره وعلى 40 دقيقه الوقت. تمام زي ما انتم شايفين كده اهو. هنبدا معايا بقى. هنا هعمل اللي هي الصلصه اللي هي توم بتاع المسقعه. هنا حطيت شويه زيت وحطيت هنا حوالي معلقه كبيره توم مفروم. انا التوم مفرزاه طبعا. حمريها بقى ايه، ما تتحمرش معاكي قوي، لا هي تبقى لونها دهبي حلو كده. وتابعي بس معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي التفاصيل بالظبط عشان تطلع معاكي صينيه مسقعه حلوه جدا. هنا طبعا التومه دخلت على لون ذهبي كده، ده اللي انا عايزاه. هجيب بقى معايا خل. احط حوالي معلقتين. اطش كده التومه بالمعلقتين الخل وقلبيهم. وهنا دي طبعا الصلصه برضو كنت مفرزاها طلعتها سخنتها وفكتها وبعد كده احط ايه الصلصه على التوم. كده خلاص اهو. الصلصه طشينا بيها التوم. طبعا معلقتين الخل دي بتودي معاكي الصلصه دي او بتخلي الصلصه معاكي في حته تانية خالص يعني، بتاع المسقعه بالذات. هنا هنحط بقى معلقه سكر عشان الحموضه بتاع الصلصه، ومعلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره. بس احنا ما بنحطش حاجه تاني. تمام. لو عندك بابريكا حطي عشان لون الطماطم. هنا خلاص حطيت التوابل كلها ومكعب مرقه دجاج وقلبيهم بقى وسيبيهم بقى تتسبك براحتها. تمام. هي هنا مش معايا، مش هتاخد معايا وقت عشان انا طبعا كده كده مفرزه الصلصه في الفريزر فمش هتاخد وقت معايا. هنا بقى هنعصج اللحمه ازاي. هنا بحط معلقتين زيت. عايزه تحطي معلقه سمنه حلو برضو تمام هيبقى شغال معاكي. هنا حطيت معايا شويه زيت وبشره بصله حطيتها وبحمرها بقى كده هقلبها برضو تقليبتين لغايه ما اللون بتاعها برضو يغير. وهاجي حاطه انا هنا حطيت عليهم نص معلقه ملح عشان البصل جديد وكده عشان ما يشربش معايا يعني ما ياخدش وقت لان هو فيه ميه. هنا بقى ربع كيلو لحمه مفرومه كده اهو حطيتها على البصله. وطبعا كلنا عارفين تعصيج اللحمه ازاي، يعني انت افضلي قلبي بقى كده لغايه ما تتعصج معاكي. احنا مش هنحط بقى فيها فلفل اخضر لان احنا كده كده حاطين قرون فلفل هنقليها ونحطها في الصينيه بتاع المسقعه. احنا هنا بنشوح بس اللحمه بنعصجها بس عادي كده. لو وصلتي معايا لغايه هنا قولي لي بتتابعيني منين واكتبي لي كومنت حلو ونصلي معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اوعى ننسى اهم حاجه ده.
هنا بقى هنتبلها ازاي. هنحط معلقه فلفل اسمر، معلقه، يعني بص، نص معلقه من كل حاجه، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه سبع بهارات، نص معلقه جنزبيل، وطبعا نص معلقه ملح، وقلبيها بقى كده واتعصجت خلاص معايا كده خلاص. هنا بقى معايا اهو القلايه، طبعا البتنجان الجزء اتحمر عينته زي ما انتم ما شايفين كده اهو، كده ده اتحمر معايا حلو قوي. هحط بقى بقيه الفلفل وبقيه البتنجان اكملهم زي ما انتم ما شايفين، برضو قلت اوريكم الفلفل بنحطه ونيجي ايه دهنين عليه زيت بس كده. احنا هنا مش هنستهلك زيت خالص كتير، لان بسبب القلايه دي مريحاني بصراحه كتير قوي في الزيت. طبعا اكل صحي وكويس برضو يعني على على المعده. هنا بقى خلصنا البتنجان والفلفل، هنرصهم بقى، رصي بقى تحت كده رق بتنجان، ويعني الطبقه اللي تحت رق بتنجان على فلفل على شويه بطاطس، تمام كده اهو. ورصي بقى زي ما انت عايزه، الرصه اللي تعجبك بقى، ده ليكي حريه الاختيار بقى في دي. احنا بنرص كده، وبنيجي جايبين اللحمه المعصجه وبنيجي حاطينها برضو في النص زي ما هتشوفي معايا كده. كده اهو بنحط بقى اللحمه، طبعا بتوزعها كلها في النص، وبعد كده بنيجي جايبين معلقتين صلصه. بعد ما نوزع اللحمه بنحطهم، بنرشهم يعني كده على اللحمه المفرومه من فوق. وبعد كده برضو هكذا بنكمل برضو الطبقه اللي فوق، اللي هو ورق البتنجان مع الفلفل مع البطاطس زي ما انتم ما شايفين كده اهو. هنرش طبعا معلقتين الصلصه، ونكمل الطبقه التانية من فوق، وبعد كده هنسقيها بالصلصه. وكده خلصنا صينيه المسقعه. تدخليها الفرن، تحطيها بقى فوق على الاول على عين البوتاجاز تغلي، وبعد كده تحطيها في الفرن تتشمع معاكي عادي براحتك. كده خلاص هنرص الباقي بقى معايا زي ما انتم شايفين كده، رصينا خلاص الطبقه الاولى اللي فوق الاخيره. هنيجي جايبين بقى معايا الصلصه، وترشي بقى عليها كده من فوق. عايزه بلاش صلصه وعايزه تعمليها بالبشاميل، طبقه بشاميل برضو بتبقى حلوه جدا برضو، بس انا قلت اعملها بالصلصه بس بدون بشاميل. هنا اهو معايا ده شكلها كده زي ما انت شايفه كده. لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش بقى تعملي اشتراك ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك اي جديد بنزله. هنا خلاص حطينا بقى الصلصه كلها عليها، خلاص كده خلصناها كده. حطيها بقى على عين البوتاجاز من فوق، يعني عايزه تحطها في الفرن على طول ماشي، عايزه تحطيها الاول على عين البوتاجاز وبعد كده تدخليها الفرن حلو برضو شغاله معاكي. كده خلصناها بقى، يلا ناخدها بينا على عين البوتاجاز وتشوفها وهي بتغلي. وكده خلاص عملنا احلى صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. طبعا الفلفل بقى ده اللي مش عايزه اقول لكم حراق وجميل جدا. هنا بقى ولعنا العين وحطيناها عليه زي ما انتم شايفين كده، بقول لكم هتغلي معايا وبعد كده ندخلها الفرن. وخلاص على كده كده خلصت معانا، وهتبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه، وتخش الفرن بس تشمع معانا. وخلاص على كده اللي عجبته الطريقه يكتب لي كومنت حلو كده، تعليق حلو عشان اعرف برضو رايكم. وطعمها على فكره كان طلع جميل جدا جدا، وكمان حراقه، والفلفل ده حراق للي بيحب الحاجه الحراقه. الحاجه دي هتعجبه، بألف هنا وشفا.